السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة مع شيوات السمسمة. إن شاء الله اليوم نوجدوا مع بعض هذا الميني برجر وكذلك خبز الباغيل اللي وجدته بعجينة واحدة بطريقة سهلة ومبسطة. إن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة وفرجة ممتعة. فبالنسبة للعجين تنحتاجو 600 غرام ديال الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمالات، تنحتاجو بيضة واحدة، معلقة كبيرة ديال العسل يمكن تعوضوها بالسكر، معلقة صغيرة ديال الخل، معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة كبيرة ديال يogurt مسوس أو دانون طبيعي. وبالنسبة للحليب تنحتاجو 320 مليلتر ديال الحليب، وكذلك الزبدة 30 غرام ديال الزبدة اللي تتكون بحرارة الغرفة. فتنديروا جميع المكونات في العجانة أو يمكن تعجنوها باليدين ديالكم، وتنضيفوا تدريجيا الحليب اللي تيكون دافئ حتى تتكوننا واحد العجينة اللي خاصنا ندلكوها مزيان. ثم تنضيفوا الزبدة وتنخليو العجين يتدلك مزيان. بعد ذلك تنغطيو عليها ونخليها تختمر للمرة الأولى حتى تيتضاعف الحجم ديالها. بعد ما خمرات كما تلاحظوا تنفرغوا داك الهواء اللي لداخل اللي تكون في داخل العجين وتنطلقوها على طاولة العمل كما تلاحظوا بهذا السمك، وتنجيبوا واحد القطاعه اللي تكون صغيره. الحجم يمكن تختاروا الحجم اللي بغيتو، ولكن هكا تيجيو صغيورين مزيونين، وتنستفها في صينيه الفرن. ثم تنخليوها تختمر المره الثانيه وتندوزو باش نشكلو خبز الباغيل. نترككم مع الطريقه فسهله وبسيطه، واكيد حتى هو تنستفوه في الصينيه ديال الفرن وتنخليوه يختمر كذلك للمره الثانيه. بعد ما تيختمروا تندهنوهم بصفار البيض اللي خلطناه مع شويه ديال الحليب، وتنرشو عليهم بذور البافو وكذلك السمسم اي الزنجلان، وتندخلهم للفرن حتى تيطيبوا وتيتحمروا مزيان. فبالنسبه للحشوه قررت بانني ندير التورتيه. الا كنتو باغيين المقادير ديالها اطلبوها مني في لي كومونتير نديرها لكم. فتنقطعها بنفس القطاعه اللي قطعت بها الخبز، وكذلك تنحتاج الجبن والطماطم والزيتون وكذلك الخس او السلطه. ودائما تتبقى الحشوه على حسب الرغبه ديال كل شخص. فاول حاجه تندهن الخبز بالكيتشوب او اي صوص بغيتوه، وتنكمل جميع المراحل، يعني تندير التورتيه وكذلك السلطه والجبن ونتركهم مع الصور.
اما بالنسبه لخبز الباقيل فكما تلاحظوا من الداخل تيجي كله مهوي وهشيش. فسنحتاج الغوكيت، كذلك السومون فومي او السلمون المدخن، وكذلك الجبن الكريمي اللي خلطته بالاعشاب. استعملوا اي اعشاب تتفضلوها، يا اما الزعتر، الاوريغون، او اي اعشاب، وتنشكلها بهذه الطريقه. فتنتمنى الوصفة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم. في أمان الله.